السلام عليكم الاخوات ديالي، كي دايرين؟ كنتمنى يا ربي ان شاء الله تكونوا كلكم بتمام الصحه والعافيه في هذا اليوم الاخير ديال شهر رمضان. الله يتقبلوا منا ان شاء الله ومنكم، والله يغفر لنا فيه، والله يرحم جميع موتانا في فلسطين وجميع موتى المسلمين اجمعين في انحاء العالم. كنتمنى يا ربي ان شاء الله تغفر لنا فيه. غنوجد معكم واحد الحلوه رائعه بزاف، كتجي شيشه كتذوب في الفم. كتجي بزاف لذيذه. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتبقوا لاخر الفيديو لمشاهدته، وكنتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. وبالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله لهاد الحلوه، فعندي هنايا الدقيق كيبقى على حساب نوعيه ديال الدقيق وعلى حساب يعني الخليط. وعندي هنايا واحد الكيس ديال الفانيلا. عندي خميره الحلويات، هذه فيها 15 غرام، غندير النصف ديالها. عندي قبصه من الملح دائما في تعديل ذوق الحلويات. وعندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، تكون هكا لينه. انا راه خرجتها يعني من البارح من الليل من الثلاجه. عندي هنايا المهم هاد العجين غنديروه بجوج نكهات، ويعني جوج ديال المذاقات اللي غنديروه، واحد غنديروه بالفاني وواحد غنديروه بالشكلاط. عندي هنايا، وانتم يمكن لكم ديروها يعني غير بالفاني يعني كيما بغيتو. انا يعني كنحبها حتى بالشكلاط. راه عندي حتى في القناه يعني تقريبا غير زدت ليها شويه الاضافات حلوه ديال الصابونه راه عندي موجوده في القناه. عندي ديال الشكلاط وعندي حتى يعني بالفانيا. المهم راه عندي راهم عندي في القناه. عندي هنايا واحد ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر، ملعقه ونصف تقريبا. عندي واحد الملعقه ونصف عاود ديال النشا، هذه اختياريه. النشا يمكن لكم تضيفوه كما يمكن لكم تستغناو عليه. عندي هنايا بيضه وصفار بيضه. عندي هنايا واحد فلون بالنكهه ديال الشكلاط ولا الكراميل اللي كتفضلوا. وعندي واحد هنايا واحد فلان هذا العادي ديال الفانيا. هذا غنديروه النكهه ديال الشكلاط مع الكاكاو، هذا غنخليها هكا غير ندير ليها غير الفانيا. وعندي هنا واحد الكاس ديال اللوز اللي حيت له القشور ديالو وقليته شويه في الزيت ولا حمروه كما بغيتو، اختياري. حتى هو يمكن لكم تضيفوه كما يمكن لكم تضيفوا غير حتى كاس ديال الزنجلان او السمسم، راه حتى بالسمسم كتجي رائعه بزاف. ولا تخلطوا بيناتهم نصف ديال اللوز ونصف ديال الزنجلان، راه عندي موجوده كما قلت لكم في القناه. عندي هنا كاس الا ربع ديال الزيت وكاس الا ربع ديال السكر كلاصي. انا ما عمرتش الكاس. اللي كتحب بزاف الحلاوه دائما كما كنقول لكم تعمر الكاس، لحقاش راه مازال غنفندوها في الشكلاط، فيعني ما بغيتش تجي ليا بزاف حلوه. المهم ان شاء الله هادو هما المقادير اللي غنحتاجو لهاد الحلوه. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. المهم في الجبانيه ولا في الكسعه كما كتخدموا غنضيف هاد الزبده كما كتشوفوا معايا. خصها تكون هكا احسن باش تعاونكم يعني دغيا في الخدمه ديالها. واحد الموس. غندير قبصه من الملح. غنضيف السكر. غنضيف هاد الكيس من الفانيلا. الفلون، ومن بعد غنقسم العجين الاخر غنزيد له شويه ديال الفلون ديال الشكلاط. كما قلت لكم يمكن لكم تكتفيو غير بهذا الفلون، كيجي فيها زوين بزاف لذيذ المذاق ديالها، خصوصا هذا ديال الفاني. انا غير وليداتي كتعجبهم هاد الحلوه بالشكلاط، بغيت نقسم لهم هذاك العجين. المهم نمزج مزيان هاد السكر كلاصي مع الزبده. راه دغيا كتساعد من كتحيدوها يعني من الثلاجه قبل، راه دغيا كتساعد. انا حيدتها ليله كامله دغيا تخلطت مع السكر كلاصي. صافي دابا غنضيف الزيت دي كاس الا ربع، حيت غنضيفوا البيض. ها هو غنمزجو مزيان. هذاك اللوز راه ما غنخليوش هكاك، نسيت ما ذكرتوش لكم في الاول ديال الفيديو، راه غنطحنوه. يمكن لكم يعني ما تضيفوش اللوز كما قلت لكم. انا مازال غنزين شويه من النص، ندير لها شويه ديال اللوز لكم تخليوه غير للتزيين. دابا غنضيف واحد البيضه وصفار بيضه.
بعد ما خلطته مزيان دابا غنضيف هداك الكاس ديال اللوز اللي طحنته. يمكن لكم تضيفوا الكاوكاو حتى هو، يعني يمكن لكم تبدلوه باللوز، ولا يمكن لكم تضيفوا الزنجلان. هاد النشا وكنضيفوا الدقيق شويه بشويه، نضيفوا الخميرات الحلوه، غنضيف غير النصف ديالها، هادي راه فيها 15 غرام صافي. غنمزج مزيان هاد الشيء، نخلطو شويه بشويه غير بالاصابع ديال يدينا حيت خدمناها مزيان في الاول. غنضيف الدقيق، نزيد الدقيق، هنايا غنوقف نقسم العجين. غنضيف ليه الاول الكاكاو والفلون باش ما تجيناش يعني العجينه قاصحه، والاخر نخليوه هكاك. خصنا ضروري باش الا خصو الدقيق عاد غنزيدوه، ضروري ما غنزيدو شويه الدقيق عاد. الاخر غنزيدو ليه الكاكاو وهذاك الفلون. هكا تقريبا واحد الساشي هذاك ديال درهم، ولا من دابا باقي راه زاد ما بقاش درهم. في الاول في المغرب عقلت عليه كنا كناخذوه غير بدرهم، دابا صراحه كلشي زاد. راه هنايا في اوروبا لا في المغرب لا كلشي زاد. يمكن لكم تضيفوا حتى مثلا انا عندي هنايا نكهه كابوتشينو ولا النكهه ديال القهوه، المهم اي نكهه بغيتو ديروها ديروها. انا يعني غندير هاد النكهه ديال الشكلاط، اما اللي عندكم متوفر يمكن لكم ديروه، كما قلت لكم يمكن لكم ديروها غير وحده وصافي، نكهه وحده ديال الفانيلا. انا غير الوليدات كتعجبهم بزاف هذه ديال الشكلاط، وقلت نقسم العجين. هي من بعد ما تجمعات عندي هذه ديال الشكلاط، دابا غنضيف الاخرى ديال الفانيلا. هذه غنضيف ليها مقدار واحد المعلقه هكا ديال الدقيق ونخلطها. هي حتى هي تجمعات عندنا. دابا ان شاء الله غنبداو التشكيل ديالهم. غندير لهم السلوفان باش ما يبسوش لينا، ونبقاو نحيدو شويه بشويه. هذه باش نخدمو هنايا هذه من بلاستيكات جوج، غناخد شويه بشويه حيت راه رطبه بزاف ما نقدروش نديروها على سطح العمل. ضروري ما كنديروا الكاغ ديال الفران ولا بين بلاستيكات هكا جوج باش ما تلصقش لينا. نصفي كنبدا كنسرحها. السمك كيكون شويه يعني ما غليظش ما رقيقش، متوسط، حيت راه فيها الخميره راه مازال غتنفخ لينا في الفران. وعاود غنلصقوهم يعني بين بعضياتهم. كنديرهم داكشي كنديرهم شويه يعني رقاق. هكا صافي غنحيدو. المهم السمك راه كما كتشوفوه معايا، والشكل اللي بغيتو اللي متوفره عندكم في البيت يمكن لكم ديروا. انا غندير هادي مربعه ولا هادي راه بحال بحال، وغندير هادي الصراحه اللي كتعجبني بزاف ديال الدمعه. هادي ديال الشكلاط غنديرها مربعه من هاد الجهه، والاخرى ديال الفانيل غنديرها ديك الدمعه. صافي راه ما تقدروش تحيدوها هكا، راه غتلصق لكم هكا بهادي ولا بالموس اللي عندكم. هكا بهاد الطريقه كنحيدو هاد الزوائد صافي، كنديروها مباشره
الصينيه ديال الفران هكا صافي، وكنحطوها هكا كنحيدوها غير بشويه بشويه هكا وكنحطوها في الصينيه ديال الفران. الا ما عندكمش هادي ممكن نديرو حتى بالموس هكا، غير الموس كتاخدو هكا الموس هذا ديال الزبده كتحيدو هاد الزوائد صافي. ها هي الزوائد اللي كنشيتو لينا راه ساهلين كنجمعوها عاود هكا وكنبداو عاود كنسلخوها مره اخرى. صافي عاود كنحطوها بنفس القطاع اللي درنا بنفس الطريقه. غنديرو حتى الهادي ديال الفانيل كناخدو غير شويه هكا مقلوبين بلاصتين جوج غنسرحوهم عاود اي قطعه بغيتو ديروها. انا غندير هادي ديال الدمعه نصافي بهاد السباتوله نحيدوها شويه بشويه، راه حساسه راه دغيا كتفرتت كتهرس. نديروها في الصينيه ديال الفران اللاطه الاولى بعد ما ساليت التشكيل ديالها. دابا غندخلها للفرن على حراره 180 درجه، راه دغيا كتبرد ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ونخرجوها ان شاء الله ونمروا للتزيين ديالها. دابا ان شاء الله غناخذ الشكلاط غندوبها. انا عندي هذه ديال كالا غندوبها بماغي. هنايا يدي كنت خديت شويه د اللوز بغيت نزين به، ضفت ليه نكهه او لاروم ديال الفريز هذا بقات ليا في يدي نديرها نزينها بجوج نكهه ديال الشكلاط، وحده البيضاء وهذه السوداء غنديروها في باماغي. عاد عندي وحده اخرى باش تشط ليا، ناخذ حتى هذه عاود المهم غنديرهم في باماغي ونرجع عندكم. الوان بعد ما خرجناها من الفران يعني كي كتجي يعني محمره شويه من التحت وشويه من الفوق، ما كتجيش محمره بزاف اصلا، كتفرت غير بوحدها هشيشه بزاف. وهذه ديال الشكلاط حتى هي كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للتزيين انا راه درت الشكلاط البيضه حتى هي تذوب. اللي غنحتاجو ليها غير كريم كراميل. المهم انا يعني راه غير ضفت واحد الاضافه وصافي، ضفت هاد اللوز نزيدو ليها، اما يعني هي الاصليه غير كريم كراميل وكنضيف ليها يعني كندوزها في الشكلاط. غنلصقو وحده فوق وحده هكا الموس غير شويه بشويه. وحيت هاد الحلوه راه بسرعه يعني كتهرس هشيشه بزاف. بهذه الطريقه غناخذ وحده اخرى نلصقوها هكا وناخذ عاود شويه هكا غير دهنه خفيفه، وها غنحيدو ليها كاع الزوائد. كنديروا ليها هاد الحبات ديال اللوز هكا
3 ولا 2 ملحم ما بغيتو بهاد الطريقه. وكنغطسوها هكا في الشكلاط هكا. كنسوسو كاع هادوك الزوائد هكا. وكنديروها شي صينيه يكون فيها الكعب ديال الفران باش كتساعد لينا. كنحيدوها نفس الطريقه غنعاود معكم. يمكن لكم كما قلت لكم ما ديروش هذاك اللوز، راه عندي في القناه، انا غير بغيت نضيف هذه الاضافه. شوف الشكل ديالها يعني كي غيجي. ولا يمكن لكم ديروا ليها حتى الكاوكاو ولا الكركاع، المهم اللي بغيتو. عندهن شويه هكا غير فين غنلصق هذاك اللوز وصافي. كناخذوا اللوز شحال ما بغينا، الحبات اللي بغينا بهذه الطريقه. صافي كنديروها هنايا في الشكلاط. صافي كنسوسوها هكا، نحيدو ليها داك الزائد كله ديال الشكلاط. ولا يمكن لكم تهرمشوا اللوز تضيفوه في هذاك الشكلاط، راه عندي موجوده في القناه. وبالنسبه لهاد الحلوه فعندي هنايا الشكلاط البيضاء، هنايا كريم كراميل، راه عندي موجود في القناه. وعندي هنايا بقى لي شويه ديال اللوز، ضفت ليه هذيك النكهه ديال الفراوله وهرمشتو هكا ودخلتو شويه عاود يزيد في الفران باش تيبس عليها هذيك لاروم ديال الفريز. وصافي عاود نفس الطريقه. احسن لصقوهم كلهم مره واحده وبداو صافي، يعني غير كديروا في الشكلاط وصافي باش تجي الخدمه لكم سهله. انا هكاك كندير ليها دابا غير باش نوري لكم وصافي. من بعد هكا كنكمل ان شاء الله الطريقه. هكا غنلصقها هكا مزيان. الا بقى شي حاجه هكا صافي كنحيدو هكا في الشكلاط. دائما كنحيدو الزائد. كناخدو هذا اللوز كتزيين وصافي. هكا كنديرو هكا الطريقه. نعاود معكم واحده اخرى. ناخد واحده اخرى نلصقها هكا، نديرها في الشكلاط. تزيين لكم الاختيار كما بغيتو زينوها، خليوها غير هكا راه كتجي لذيذه بزاف. هكا هي نفس الطريقه غنستمر هكا ان شاء الله حتى غنسالي كاع الكميه اللي عندي ديال الحلوه. وغنتلاقاو ان شاء الله في الطبق ديال التقديم ديالها ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال اليوم. حلوه جد رائعه، كتجي شيشه بزاف، كتذوب في الفم. مقاديرها بسيطه. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. درتها يعني بالشكلاط البيضاء والشكلاط السوداء. انا غنقسمها لكم وتشوفوا كي كتجي من الداخل، كتجي شيشه بزاف بالكراميل. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. انا غنوري لكم يعني كي كتجي حلوه رائعه بزاف. ها هي درت لكم جوج الاشكال، يمكن لكم ديروا غير شكل واحد. فهشيشه بزاف كتذوب في الفم. ها هي كي كتجي من الداخل بالكراميل. ها هي حلوه رائعه تستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.